الكذب واحدة من أوحش الصفات في بعض الناس، واللي بيستعملوها في مواقف كتيرة جدا بحياتهم، لكن في بعض الأحيان الكذب ممكن يؤدي لكوارث. نفس قصة مقطع النهاردة، واللي بسبب كذبة واحدة بس هتأدي في النهاية لواحدة من أبشع الحوادث في الهند، لواحدة من الممثلات اللي لسه هتبدأ حياتها في مجال التمثيل. فيا ترى مين هي الممثلة دي، وإيه الكذبة اللي قالتها، وإيه اللي حصل بسببها؟ فلو حابب تعرف كل ده خليك معايا لآخر المقطع. السلام عليكم، باك تو تشانل، معكم دراكسلر، رجعت لكم بفيديو جديد. بجد عارف ان انا بتاخر عليكم قوي في تنزيل الفيديوهات، لكن يا جماعه بجد كل ده بيحصل بسبب ان انا بحاول ان انا اعمل لكم فيديو بطريقه احلى، وكمان الفيديو ما يكونش فيه ولا غلطه. ومع ذلك بشكركم على التفاعل الرهيب اللي في الفتره الاخيره، فعلشان كده هكلمكم عن قصه غريبه واللي المفروض تكون مشهوره بشكل كبير، لكن مفيش حد اتكلم عنها، مش عارف ليه. فمن غير ما نرغي ونتكلم كتير، بالمقدمه كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها، مكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. ممثلة هندية حصلت لها حاجة هتصدمنا بسبب كذبة. للمعلومة يا جماعة بس وانا برتب احداث القصة وكده، فاللي اكتشفته في النهاية ان الاحداث هتكون عبارة عن من هنا لهنا. يعني هتلاحظوا ان في البداية القصة عادية، لكن في النهاية هتحصل احداث غريبة جدا. فكل اللي انا طالبه منك ان انت تكمل المقطع للاخر. القصة كلها هتبدأ من الهند، في مدينة اسمها درادن، مع صاحبة ال27 سنة ميناكشي تابور، واللي كانت عايشة مع امها، واللي هي كانت تعتبر ربة المنزل، ما كانتش بتشتغل اي حاجة، واخوها الاصغر منها بحاجة صغيرة جدا، واللي كان بيشتغل في الجيش، واللي كان اسمه نفراج. المهم ميناكشي كانت شاطرة في دراستها، وبعد ما خلصت التعليم قدرت انها تخرج بشهادة من خلالها ينفع تكون انها مضيفة طيران. لكن ميناكشي كانت بتموت في حاجة اسمها التمثيل، فقدرت انها تقنع ابوها وامها ان هم يخلوها تسافر لمومباي علشان تبدأ حياتها في التمثيل من هناك. واللي على طول ابوها وامها ما رفضوش، بل بالعكس وافقوا. سافرت لمومباي وعاشت عند واحدة صاحبتها، وكانت بتشتغل شغل عادي جدا كده على جنب، وفي نفس الوقت بتدور على حلمها وهو التمثيل. لكن الموضوع ما كانش بالسهولة دي، لأن التمثيل في الهند صعب جدا، لأنها حرفيا كانت بتقف في طوابير فيها مئات الناس اللي عاوزة تمثل. لكن يا جماعة بسبب شكلها ومظهرها وكده، وكمان ميزة إضافية إنها كانت بتعرف ترقص، فقدرت إنها تظهر في كام مشهد في كام إعلان مختلف كده وتمثل فيه، لغاية ما هيجي الدور اللي هيغير حياة ميناكشي تماما، وهو انها هتمثل جزء بسيط جدا في فيلم مشهور بطريقة كبيرة في الهند، وهو فيلم 404، واللي على ما اعتقد ان في كتير جدا منكم شافه. ومن بعد الفيلم ده ابتدت انها تظهر في مشاهد اكتر في افلام مشهورة اكبر من كده. وعلى سبيل المثال تقريبا ظهرت في فيلم للممثلة كارينا كابور، واللي كل اللي انا بتكلم فيه ده كان في حوالي من سنة 2011 لغاية سنة 2012، واللي كل حاجة يا جماعة كانت ماشية معاها بشكل كويس جدا. لكن طالما انت بتتفرج هنا على دراكسلر، فاكيد مفيش اي حاجة بتمشي كويس للنهاية. ام ميناكشي كانت دايما بشكل يومي ترن وتطمن عليها، لغايه ما في 15 مارس سنه 2012 ترن على بنتها اكتر من مره وما بتردش عليها. فقالت الام ان ميناكشي ممكن تكون مشغوله في اليوم ده، فعلشان كده ما قدرتش انها ترد عليا. بس الغريب هنا برضو يا جماعه ان في تاني يوم بتيجي رساله من الموبايل بتاع ميناكشي ذات نفسها، والرساله دي مبعوثه لامها، وكان مكتوب فيها: احنا عصابه وخطفنا بنتك وعاوزين 1,500,000 روبية علشان نرجع لك بنتك، واوعي تبلغي الشرطة. ام ميناكشي في الوقت ده اترعبت ومكانتش عارفة تعمل ايه. قررت انها تتصل على ابنها اللي اتكلمنا عنه في اول المقطع، واللي هو اسمه نفراج، واللي ابنها على طول قرر ان هو ياخد اجازة من البيت علشان يشوف ايه اللي حصل مع اخته. ففي الوقت ده ام ميناكشي من كتر التوتر على بنتها وكده قدرت انها تجمع حوالي 60,000 روبية، ومسكت ال60,000 روبية دول وبعتتهم على حساب بنتها ميناكشي زي ما كانت العصابة متفقة معاها. فبعد اللي عملته ام ميناكشي ده حرفيا العصابة اتضايقت، لانهم كانوا طالبين منها 1,500,000 روبية وهي بعتت 60 بس. فهيبعتوا رسالة تهديد للام، واللي كان مضمونها انك لو ما بعتيش كل الفلوس اللي قلنا لك عليها، واللي هي 1,500,000 روبية، احنا هنغتصب بنتك وبعدين هنقتلها. فنفراج في الوقت ده واللي هو اخو ميناكشي قرر ان هو يسافر لمومباي علشان يدور على اخته ويعرف ايه اللي حصل لها بالظبط. فعلى طول اتجه على مين؟ على صاحبتها اللي كانت ساكنه عندها، واللي بالمناسبه كان اسمها الوك.
واللي قالت ليه انها فعلا مختفيه بقالها فتره، لكن الوك دي هي يعتبر كانت اخر واحده شافت ميناكشي. قالت انها سابتها في محطه القطر مع اصحابها واللي اسمهم ايميت وبريتي، لكن ما كانتش تعرف هم راحوا فين بالظبط. فنفراج ده ما كانش قدامه حل غير ان هو يبلغ الشرطه ويقول لهم من اول لحظه اتخطفت فيها ميناكشي لغايه كل المعلومات اللي قالتها لصاحبه اخته. فالشرطه على طول اول حاجه عملتها جمعت بيت ايميت وبريتي علشان تحقق معاهم، لانهم كانوا اخر ناس شافوا ميناكشي. وبالفعل راحوا لبيتهم لكن ما كانوش موجودين. ولما الشرطه سالت اهل ايميت وبريتي عن مكانهم وكده، اهل ايميت وبريتي قالوا انهم مسافرين بقالهم فتره ولغايه دلوقتي ما رجعوش البيت. فبيعدي كام يوم والشرطه بيحصل ليهم حاجه غريبه. الكريدت كارد او الفيزا بتاعت ميناكشي الشرطه قبضت على واحد بيسحب من خلالها فلوس من ATM، لان الشرطه في الوقت ده كانت متابعه الموبايل بتاع ميناكشي وكمان حساباتها البنكيه علشان ممكن يعرفوا مكانها من خلالهم. فترى مين الشخص اللي قبضت عليه الشرطه وهو مع الكريدت كارد بتاع ميناكشي؟ هو يا جماعه ايميت، اخر شخص كانت يعتبر ميناكشي معاه. الشرطة على طول يا جماعة أول ما قبضت على ايميت ده قدرت من خلاله تعرف مكان حبيبته بريتي، وابتدوا إن هم حاولوا معاهم كل واحد لوحده. أول حاجة لما فتحوا التحقيق مع ايميت قال ليهم إن ميناكشي راحت برضه سافرت لمكان تاني مع واحد صاحبها هي بتحبه، وسابت لايميت الموبايل بتاعها والكريدت كارد، واللي دي حرفيا قصة ما تتصدقش. إنما الشرطة لما ابتدت تحقق مع بريتي وضغطوا عليها وخوفوها وعملوا لها حاجات كتيرة زي كده، قررت إنها تعترف ليهم وتقول لهم إن هي وايميت أنهوا حياة ميناكشي. طيب لحظه يا دراكسلر، انت حرفيا عمال بتمشي في القصه ولغايه دلوقتي ما عرفتناش مين هم ايميت وبريتي وايه علاقتهم بميناكشي اصلا وليه هم اصلا هيقتلوها. لحظة واحدة وفي ثواني هفهمك كل حاجة. ايميت وبريتي دول يا جماعة هم اتنين محامين من الهند، اتعرفوا على بعض هم الاتنين اثناء ما كانوا في مركز تدريب، ومع الوقت ابتدت تحصل ما بينهم صداقة وكمان اعجاب وحب لغاية ما وصلت في النهاية لجواز. واللي حياتهم المادية ما كانتش احسن حاجة، فقرروا ان هم يسافروا مومباي بحيث ان هم ممكن يجمعوا شغل كتير هناك وكمان يجربوا حظهم في التمثيل. فاكرين الفيلم اللي انا حكيت لكم عليه في بداية القصة واللي هو فيلم 404؟ ايميت وبريتي كانوا برضو من ضمن الناس اللي كانت بتقدم على الفيلم ده علشان يمثلوا فيه، فمن خلاله قدروا ان هم يتعرفوا على ميناكشي، واللي على طول اتعرفوا على بعض حاجه بسيطه جدا واخدوا ارقام بعض وكده، وبعدين ابتدوا يتقابلوا في كافيهات. لكن يا جماعه ميناكشي كانت بتكذب عليهم في كذبه واحده بس، وهي انها كانت بتقول ليهم انها من اسره غنيه جدا في ارادن المدينه بتاعتهم وكده، وانها جايه هنا بس علشان هي بتحب التمثيل. واللي ايميت وبريتي صدقوا الموضوع ده بشكل كبير، لان ميناكشي اصلا كان شكلها حلو وبتحب تلبس كويس، وكل الفلوس اللي كانت بتعملها من شغلها وكده كانت بتجيب بيها لبس. فالكذبه بتاعتها بانت قدام ايميت وبريتني انها كذبه حقيقيه فعلا وانها هي غنيه. فالموضوع ده خلى ايميت وبريتني يفكروا في ان هم يخطفوها. ازاي؟ كتبوا عليها وقالوا ليها ان ايميت ده يعرف مخرج كبير جدا وراح يشتغل على فيلم مهم، وعرضوا عليها ان هم الثلاثه يسافروا للمخرج ده، واللي بالفعل بسبب ان ميناكشي كانت بتحب التمثيل قررت انها تسافر معاهم. كانوا قايلين لميناكشي ان هم هيقابلوا المخرج في تاني يوم، فكانوا محتاجين مكان يروحوا يباتوا فيه، فاخدوها البيت موجود في مدينه كده هاديه وما فيهاش يعتبر سكان كتير جدا، او يعتبر ممكن تقولوا عنها انها مدينه مهجوره. واول ما اخدوها هناك ربطوها وقفلوا بقها واخدوا كل الحاجات بتاعتها الموبايل والكريدت كارد، وقرروا ان هم يكلموا اهلها ويقولوا ليهم انهم خطفوها علشان ياخدوا من اهلها 1,500,000 روبيه في مقابل ان هم يطلقوا سراحها. لكن اللي ما يعرفوش ايميت وبريتني انها مش غنيه ولا حاجه، ده هي بس كانت بتكذب عليهم علشان يوصلوها للمخرج وتمثل. فعلى حسب كلام الشرطه بيقولوا تقريبا ان ميناكشي كانت بتزعق او بتصرخ وحاولت تهرب وكده، فايميت هاجم عليها هو وبريتني وخنقوها لغايه ما ماتت، وما كانش قدامهم حل غير ان هم يخفوا الجسم بتاعها عن طريق انهم يخلوها قطعتين، دي لوحدها وده كله لوحده، علشان الشرطه لو قدرت انها تلاقي الجسم بالصدفه ما يعرفوش هو راجع لمين اصلا. فبالفعل ايميت وبريتني قدروا ان هم يعملوا كده، وعلى حسب كلام الشرطه بتقول انهم خبوا الجسم بتاعها في خزان ميه، واللي هو على فكره مش خزان ميه، ده كان صرف صحي. انما الجزء ده بعد ما بريتني حطيته في شنطه، واللي هي مش شنطه يعني كيس اسود كبير، وركبت باص ومشيت بيه مسافه بعيده جدا لمدينه تانية ورمته في الغابه. لك ان تتخيل ان انت ممكن تكون في الباص وفي واحده ماسكه شنطه، الشنطه دي فيها راس بني ادم. موضوع مرعب اقسم بالله. المهم في النهايه المحاكمه بتاعت ايميت وبريتني استمرت لفتره كبيره جدا ووصلت لسنين، تقريبا حوالي 3 أو 4 سنين بيتحاكموا بس، لكن في النهايه اتحكم عليهم بالسجن المؤبد.
ما تنسوش ده مقطع جامد جدا اليوتيوب بيقترح عليك ان انت تتفرج عليه.